بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، حضورنا الكريم يسرنا أن نستضيف مرة أخرى في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى فضيلة شيخنا أبي عبد الباري عبد الحميد العربي حفظه الله تعالى. وقد شرع حفظه الله في محاضرة الأمس في ذكر تاريخ اليهود من زمن أو من سنة 1200 قبل ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام إلى زمن الخلافة الإسلامية زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسيواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع ما تبقى من الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما تفضل به الأخ، نواصل بتوفيق الله جل وعلا وعونه وتسديده حديثنا عن تاريخ اليهود، ونأخذ في هذا المجلس بعون الله تبارك وتعالى مسألة خروج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر مع بني إسرائيل متوجها إلى بيت المقدس. فالله جل وعلا أرسل موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون عليه الصلاة والسلام ابني عمران ابن قهات ابن لاوي ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام جميعا إلى فرعون وقومه، وقد أيده الله جل وعلا بالآيات البينات لدعوة فرعون وقومه وبني إسرائيل إلى توحيد الله جل وعلا وترك الشرك. وكذلك أرسله الله جل وعلا لكي يرفع العذاب والوزر عن بني إسرائيل اللذان حصلا بطغيان فرعون عليهم كما ذكرنا بالأمس. فكذب فرعون المرسلين، وكذب قومه موسى وهارون، وعصوا وكفروا بالله جل وعلا وبآياته. فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر مهاجرا، لأن المكان صار غير صالح لعبادة الله جل وعلا ولنشر التوحيد، فلا يوجد بعد ذلك إلا الهجرة. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام وخرج معه بنو إسرائيل من مصر، ولكن فرعون أتبعهم بجنوده
وخشي أن يخرج موسى وقومه إلى إقليم آخر يكونون دولة قوية ثم يعودون إلى مصر لإزالة ملك فرعون. فلما تبع فرعون وجنوده موسى، وقد وصل موسى إلى البحر الأحمر كما قال الله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيدركنا فرعون وجنوده. وبنو إسرائيل عندهم عقيدة يعني مخلخلة، فكان جواب موسى عليه الصلاة والسلام قال: كلا إن معي ربي سيهدين، أي لا يتركني ضالا في الطريق ولا لقمة سائغة لفرعون وجنوده. فجاء المدد من الله جل وعلا وجاء النصر، فقال ربنا جل وعلا: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا الموقف أن ظهرت آيات الله جل وعلا، وموسى ضرب بعصاه البحر فانفلق. وذكر علماؤنا رحمهم الله أن البحر انفلق إلى 12 طريقا، كل سبط سار في طريق. آية عظيمة. والموج كالجبل العظيم مئات الأمتار في السماء، وحتى لا يستوحش بنو إسرائيل فتح الله جل وعلا نوافذ من الماء، هذا السبط يطل على هذا السبط حتى لا يخاف، لأنه الماء أمطار والماء أمطار ويمشي على اليابسة، يعتقد أن إخوانه قد هلكوا أو قد أصابهم الغرق. فإذا نظروا عن يمينهم رأوا إخوانهم، وإذا نظروا عن شمالهم رأوا إخوانهم، وهكذا الحال. وفرعون وجنوده لما وصلوا إلى حافة البحر جبن فرعون وجنوده وما أرادوا أن يجوبوا البحر، فأرسل الله جل وعلا جبريل على فرس، وجاء بفرسه جنب فرس فرعون، فحمحم فرس جبريل ودخل البحر، فتبعه فرس فرعون فدخل البحر. إذن فرعون دخل البحر قهرا وليس شجاعة. فلما دخل البحر أي دخل اليابسة وعن يمينه الماء وعن يساره الماء، استحى أن يعود وهو فرعون، فنظر إلى الأمراء وقال: ليس موسى بأحق بالبحر منا، ما هو أشجع منا ولا هو أبطل منا ولا هو. فشجع الجنود فدخلوا. إذن وهذا الذي ذكره علماؤنا. فدخل فرعون وجنوده، وفي هذه اللحظة لما جاء جبريل بالحصان على الحصان ونزل بالحصان على الأرض ثم قام، هنا السامري كما سيأتي بيانه، هنا السامري أخذ حفنة من التراب من أثر الرسول، أي من أثر حصان جبريل، وأخذها معه، لأن السامري ليس من بني إسرائيل بل من قوم كانوا يعبدون البقر، وتظاهر بالإسلام وجاء مع موسى وبني إسرائيل، ولكن حب البقر وعبادة البقر ما زالت في قلبه، لم يتنجر منها.
لما خرج موسى وأطبق الله جل وعلا البحر على فرعون وجنوده، بنو إسرائيل حين خرجوا من مصر خرجوا ملوثين، عاشوا عبودية الذل والوثنية سنوات، ففسدت عقائدهم وخبثت نفوسهم وضعفت هممهم في طلب الحق. وهذا ماذا يولد حين تضعف الهمم وتقلص النفوس؟ يولد ماذا؟ الكسل والتواكل والتخاذل. لأن بين قوسين أهل السنة في هذه البلد ينظمون هذه الدورات العلمية، وكثير من الشباب والسلفيين بعضهم في المقاهي وبعضهم يأبى أن يحضر المحاضرة ويبقى يشوف في كرة القدم، وبعضهم الآن يشوف MBC3 توم جيري، ثم بعد ذلك يتظاهر بالغيرة على المنهج السلفي. ويا رجل اتق الله، لما يضعف الإيمان وتقلص النفس وتضعف الهمة يقع التكاسل والتواكل، يقع التكاسل والتواكل. السلف كانوا يقطعون مسيرة شهر من أجل حديث، وبعضهم يلبس عليه إبليس، يقول يا أخي أنا العلم نأخذه من عند العلماء الكبار، هو من تقول مخرج هذا العلماء الكبار ما أين يجدهم؟ في نقوسة ما أدري وين يحصل بن باز العثيمين. ولو يقول له طيب يا شيخ علماء الكبار عندك مواد الشيخ الألباني؟ ما عندي. عندك مواد الشيخ بن باز في البيت؟ ما عندي. عندك مواد الشيخ بالعثيمين كتبه وأشرطته؟ ما عندي. لا تضحك على نفسك ولا يلعب عليك إبليس. يقول أنا ما أخذ العلم من عند الطلبة الصغار، وإنما أنا أخذ العلم من عند الكبار. قال طيب نعطوك سنة ونسألك عن أداب قضاء الحاجة، هل تجيبنا؟ ما يجيب، لأنه أصلا لا يطلب العلم لا عند الكبار ولا عند المتوسطين ولا عند إيش؟ الصغار. هذا الكسل وهذا الخمول ولد عند بني إسرائيل العصيان لأوامر الله جل وعلا ولأوامر موسى عليه الصلاة والسلام. ونريد أن نقف هنا بعض الوقفات لنبين بعض أخلاق سلف اليهود الموجودون الآن في فلسطين، وما كان يعني عليه أو ما كانت عليه أخلاقهم ممن كان مع موسى عليه الصلاة والسلام. أولا لما نجاهم الله جل وعلا من فرعون وجنوده وأغرق الله فرعون وجنوده، قالوا لموسى ما نظن أن فرعون مات. الله، شك بنو إسرائيل في موت فرعون، قالوا لا فرعون اختفى. عقائد فاسدة، فرعون اختفى ليش؟ يعتقدون أنه ولي صالح. فالله جل وعلا بين لهم آية أخرى. الواجب الآن أن يستعدوا أن ينسوا فرعون والبلاء والشر الذي كانوا فيه ويمشون وراء نبي الله موسى إلى فلسطين. لكن للأسف لما يعيش الإنسان دهرا من الزمن
في عش البدع والشركيات والضلالات، هذا يفسد طبعه وحاله وتقلص نفسه، فيصعب أن تعود إليه عافيته إلا بعد التي واللتي. فالله جل وعلا أخرج فرعون من الماء مرة أخرى كما قال الله جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه في حق بني إسرائيل. وما يعتقده الآن المكتشفون أنهم وجدوا جثة فرعون محنطة كله باطل لا أصل له. الله جل وعلا أخرج جثة فرعون إلى الساحل، إلى الجود أو الجدي، فرآها بنو إسرائيل ورأوا فرعون مسندا كالخشب. هنالك عاد إليهم الاعتقاد الصحيح أن ماذا؟ أن فرعون قد هلك، ثم التقمه البحر من جديد. هذه الآية لمن خلفك أي تقصد موسى والذين معه، وليست آية أبدية، ليست آية أبدية كما يظن بعض الناس، وهذا وخاصة ممن يدعي الإعجاز العلمي. يدعي ماذا؟ الإعجاز العلمي. قلنا لما جاوزوا أول أمر ما هو؟ شكوا في موت فرعون. الأمر الثاني لما جاوزوا البحر ووصلوا إلى صحراء سيناء وأحسوا بالعطش، تذمروا وشكوا إلى موسى وحنوا إلى عبادة الأصنام كما قال الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. سبحان الله. مروا على قوم يعبدون آلهة حنت نفوسهم، تربوا كما كثير من الناس لما يتربى في أحضان التصوف والعقائد الفاسدة بمجرد ما يشعر بالفزع مسلمين مكتفين مسلمين مكتفين، صح ولا لا؟ على طول. وهو في الطيارة تهتز الطيارة مسلمين مكتفين ليه من مسلم مكتف؟ وهذا ما هو سببه؟ سببه أن يمكث الإنسان في العقائد الفاسدة. طيب، عاتبهم موسى وهذا موقف ذكره القرآن، وكذلك طلبوا موسى صاروا يكلفون موسى، فقال الله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فأعطاهم الله جل وعلا هذه الآية، صار الماء يخرج من الصخر عذبا. قالوا يا موسى نريد ناكل وهذا في الطريق. بعد أن أشربوا وبعد أن أطفئ ظمأهم جأروا بالشكوى إلى موسى من الجوع وسألوا الطعام. وهذا يدل على أن من أخلاق بني إسرائيل الاعتماد على الغير. وقد وجد اليهود يد الصليبية هي التي أمدتهم بالقوة. قوتهم ليست كامنة فيهم، وإنما مأخوذة من غيرهم.
هذا كما يبينه القرآن. فلما شكوا إلى موسى الجوع وسألوا الطعام قال ربنا جل وعلا: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن، هذا هو الوعد، ونزلنا عليكم المن والسلوى. فيقول عبد الله بن عباس: كان المن مثل العسل حلو ينزل عليهم من الشجر ويشربون، والسلوى هو طائر مثل السمان ينزل عليهم من السماء مشوي. بني إسرائيل سبحان الله. مع هذا لم يشكروا الله جل وعلا. قالوا: يا موسى كلينا، أيوة، شربنا، أيوة، الحرارة ذبحتنا يا موسى، شوف لنا مكان فيه الظل، مكان فيه هواء. وهذا هو حال بنو إسرائيل. ثم طلبوا بعد ذلك المكان الظليل الذي يقيهم حر الصحراء، فسأل موسى الله جل وعلا ربه على أن يعطيهم هذا. قال الله جل وعلا: وظللنا عليكم الغمام، صار الغمام فوقهم يحجب عنهم الشمس، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. على الرغم من كثرة الآيات والمعجزات من الله جل وعلا لقوم موسى، بقوا على هذا العناد والمكابرة وعدم الإيمان، بل سألوا ما هو أعظم. قالوا: يا موسى أكلنا شربنا المن سلوى والظل الذليل، أيوة، نريد أن نرى الله. الله أكبر. أرادوا أن سألوا موسى أن يروا الله جهرة، كما قال الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فلما سألوا موسى هذا الأمر العظيم صعقوا ثم أفاقهم الله. هذه الحقائق لنبين أن بني إسرائيل معروفون بالمكابرة. هذه الآيات والبينات التي امتن الله بها على بني إسرائيل، فإنهم حين ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه، لما وصلوا إلى الطور لم يبقى إلا أميال لكي يدخلوا إلى البيت المقدس. ترك موسى بني إسرائيل في صحراء سيناء الأكل والماء والمن والسلوى والظل الظليل، وذهب موسى لميقات ربه للوعد، كما قال الله جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. موسى مكث في صحراء سيناء قبل أن يأتي إلى الميقات إلى الطور، صام 30 يوما يصوم النهار والليل. فلما أتم 30 كما قال علماؤنا استاكى بعود أراك، فأمره الله جل وعلا أن يتم 40 وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. فصام 40 ليلة، أي الليلة إذا أطلقت تراد بها النهار والليل، وذهب إلى الميقات كيف هو؟ صائما. ولهذا أخذ بعض العلماء أن من صام 40 يوما لا يتعاطى إلا الماء هذا شفاء من كل داء، وكما فعل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله.
حين يعني أصيب بمرض وذهب عند الأطباء وكلهم يصف له دواء، فصام 40 يوما لا يتعاطى إلا الماء، لا يشرب إلا الماء، فبعد ذلك ذهب عنه ما كان يشتكي منه. وكذلك في تطهير النفس وتزكية النفس، وذهب موسى لأنه سيتلقى من ربه ماذا؟ الألواح التي عبارة عن ألواح مصنوعة من الياقوت فيها كلام الله جل وعلا، ألواح من أنفس الألواح وليست من الخشب كما يقول بعض الناس. طيب، فلما وصل إلى الميقات ونال الألواح قبل أن يذهب وصى هارون أن يصلح، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وجاء في التوراة أن هارون هو الذي صنع لبني إسرائيل العجل تهمة، لأن التوراة مبنية على اتهام الأنبياء. موسى يرد عليهم لأن التوراة هذه الصحف التي نزلت وبعدين في عهد القضاة يعني 700 وكذا ضاعت، لم يكن لبني إسرائيل كتاب كما سنذكر، ثم زعم بنو إسرائيل أنهم وجدوا التوراة الضائعة، ولكن نبينا أخبر أنهم حين ضاعت كتبوا كتابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كتبوا كتابا، وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الكتاب الذي كتبوه مبني على الروايات، فهو محرف وليست هي التوراة. طيب، ربنا جل وعلا قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. هذا لما أخذ موسى عليه الصلاة والسلام الألواح وعاد إلى قومه ورجع إلى قومه وقومه قد ألفوا الوثنية، وجدهم يعبدون ماذا؟ العجل، كما قال الله جل وعلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم. من صفات الإله الكلام، فيه رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن الله لا يتكلم ولا يهديهم. فهذه الحلي من أين جاءت؟ بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر أخذوا معهم حلي الأقباط، ممكن القناطير مقنطرة، لأن الذين خرجوا كما يقول المؤرخون لا دليل على ذلك حوالي 5000. لما خرجوا أخذوا الحلي مسروقة، ثم أرادوا أن يتوبوا، فأمرهم هارون أن يعني يحفروا حفرة ويرموا فيها الحلي كله. هنالك ظهر السامري، جاء السامري، وكما لا يخفى عليكم أن هارون كان مستجاب الدعوة، فقال يا هارون أنا أدعو الله وأنت أمن، دون أن يخبر هارون بالدعاء الذي سيدعو به. فدعا السامري اللهم اجعل الحلي عجلا، فأمن هارون فتحولت الحلي، هذا الذهب تحول إلى عجل، ثم رمى عليه التراب الذي أخذه وقبضه من أثر الرسول فتحول إلى عجله خوار.
فأدهش بني إسرائيل فعكفوا على السجود والطواف به والعياذ بالله. وهذا يعني كما قلنا لأن السامري كان من قوم يعبدون ماذا؟ البقر. وبقي هذا الشيء في قلبه، وهذا مصداقا لكلام شيخ الإسلام سواء الشرك أو البدع. قال: من خرج من البدعة كفافا لا له ولا عليه فليحمد الله. لا بد أن تحدث له البدعة شيئا في قلبه. من خرج من الشرك كفافا لا له ولا عليه فليحمد الله. لهذا السلف يحذرون من الشرك ويحذرون من البدع لأنها تفسد القلوب وتفسد الطباع. كما قال الله جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فلما رجع موسى وعاتب أخاه وأدرك أن الأمر من تدبير من؟ السامري. قال: ما خطبك يا سامري؟ من الذي دفعك لأن تفسد بني إسرائيل؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، أي أن الذي أخذ التراب، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. انظروا، وفيه الخطر هنا بين قوسين، خطر التوسع في باب التبرك بآثار الصالحين. يعني يجوز التبرك بآثار الأنبياء، ولكن لو يوسع الأمر كما هو الآن الحال، فترى الإنسان يتبرك بالشجر، يتبرك بالحجر، يتبرك بلعاب الشيخ، بالتراب، بثوبه. هذا التوسع خطير، وقد استغله من؟ السامري. والسلف كانوا ينهون عن التبرك بالذوات، كما جاء عن الإمام أحمد أن رجلا أظنه علي بن عبد العزيز من أحد طلابه تمسح عليه، فقال الإمام أحمد: من أين لك هذا؟ عمن أخذت هذا؟ أي من أين لك هذا الفعل؟ عمن أخذته من السلف. فلما لم يجب نفض الإمام أحمد ثوبه وخرج من شدة الغضب. فلا يجوز التبرك بأثار الصالحين، لأن بعض الناس يقولون لم يمنع التبرك بآثار الصالحين إلا الوهابية، وبعضهم يقول إلا شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الأثر ثابت عن من؟ عن الإمام أحمد، وهو إمام بالإجماع، الإمام أحمد المبجل، إمام أهل السنة إلى قيام الساعة. ما يقدر يقول هذا كلام الوهابية ولا كلام زيد أو كلام عمرو. طيب، نواصل مع فداحة ذنب بني إسرائيل وعظم الخطيئة التي وقعوا فيها من عبادة العجل. فعفو الله جل وعلا شملهم، لأن عفو الله أوسع وأعظم، فشملهم العفو وتاب عليهم ولم يعاقبهم، مع أنهم كما قلنا أن اليهود اتهموا من؟ هارون بأنه هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل وأمرهم بعبادته، والحقيقة أن الذي صنع العجل وأمرهم بعبادة من؟ هو السامري. طيب، فبعد ذلك هذا العفو الذي جاء من الله جل وعلا جاء بثمن، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. قال عبد الله بن عباس توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا. قال عبد الله بن عباس بإسناد صحيح فنزلت ظلمة عليهم، ظلمة ولا واحد يشوف الثاني، وكل أخرج سكينا من وجده أمامه طعنه، فلما قتل بعضهم بعضا أشرقت الشمس، فمن مات تاب الله عليه ومن بقي تاب الله عليه. سميها توبة من؟ توبة بني إسرائيل. هذا وثمنها الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. طيب، بعد ذلك، بعد هذه التوبة، وأمرهم موسى بأن يدخلوا إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس، نسميه المسجد الأقصى أو بيت المقدس، ولا نقول القدس من ورايح، لا نقول القدس، هذا الاسم محدث. المسجد الأقصى كما جاء في القرآن أو بيت المقدس كما جاءت في الأحاديث. أما القدس هكذا حاف فهذا وصف لا يدل على المكان. طيب، لما أمرهم أصيبوا بالتعنت، فما كان من أمر الله جل وعلا أن حمل فوقهم الجبل وأنطق فوقهم الجبل، وإذا نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. الجبل رفع فوق بني إسرائيل وأنطقه الله جل وعلا وسمعوا صوته، مع ذلك وأمرهم وظنوا أنه واقع بهم: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تظاهروا بالتوبة والرجوع، مع ذلك بقوا على عنادهم. سبحان الله. هذا لنعرف هذه الشخصية، وإن كانت كلمة شخصية لها معنى في لغة العرب، الشخصية للعجوز السمينة، حتى نعرف هذه المرأة، هذا القوم، هذا الجنس معروفون بالعناد، فيهم عناد دل عليه القرآن. والجاهل بكتاب الله جل وعلا ما يمكن له أن يتعامل مع اليهود أو أن يفاوض اليهود أو يظن أنه يستطيع أن يسترجع بيت المقدس وهو جاهل بهذه الحقائق، فإنهم قوم فيهم هذا العند الشديد والعياذ بالله. طيب، فأمرهم موسى أن يدخلوا إلى بيت المقدس، بيت المقدس أو تسمى بأرض الخيرات، ووعدهم بالنصر ووعدهم بفتح عظيم ورغبهم، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ما هذا؟ هذا كله ترغيب. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي أن الله كتب عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا كان الجواب؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخل حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا هو جوابهم. ولهذا الصحيح أن بني إسرائيل، يعني الأسباط ومن معهم وأحفادهم، لم يدخلوا بيت المقدس في عهد موسى عليه الصلاة والسلام. لما رفضوا أن يدخلوا حكم الله جل وعلا عليهم بالتيه، في الصحراء كم 40 سنة يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه، يدوروا في دوامة 40 سنة في سيناء
ما استطاعوا أن يخرجوا منها، كما بين ربنا جل وعلا. هذا الجيل المتخاذل مات، والذي خرج به من موسى من مصر، لأنه جيل قد تربى في أحضان الفراعنة على الوثنية، على الشرك، على الضلال، على السحر والشعوذة التي كانت عند الفراعنة. فلما هلك هذا الجيل وذهب وتوفى هارون ومن بعده موسى، أقام الله جل وعلا في بني إسرائيل بعد سنين يوشع ابن نون. ويوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام نبي من بني إسرائيل، ثبتت نبوته عند المسلمين في السنة الصحيحة، في السنة الصحيحة كما في الصحيحين، مما رواه الإمام أبو هريرة أو الصحابي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء، أي غزا بيت المقدس لإخراج الكفر منها. غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بيتا ولما يرفع سقفه أو يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر أولادها. قال: فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. وهذا في الصحيحين، واللفظ للإمام مسلم. وبين النبي في حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي صار إلى بيت المقدس. سماها ماذا؟ بيت المقدس. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فالشمس توقفت في السماء، وفتح هذا النبي بيت المقدس قبل أن تغرب الشمس، ودخل هذا النبي بيت المقدس ومكث بنو إسرائيل في بيت المقدس مدة طويلة. نختصر شوي حتى نصل إلى المقصود. ووصلنا إلى الدخول، ومكثوا مدة في بيت المقدس التي تسمى الآن بفلسطين. وهنا جاءت مراحل تاريخية مر بها بنو إسرائيل. المرحلة الأولى عصر القضاة، أي بعد أن مات يوشع ابن نون تولى الحكم في إيليا أو بيت المقدس أو فلسطين القضاة، نسبة إلى القضاة الذين تولوا الحكم في أسباط بني إسرائيل 12 بعد وفاة يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. وينتهي هذا العصر بآخر قاضي لبني إسرائيل، وهو صموئيل، الذي ينسب إليه اليهود كتاب سفر صموئيل. آخر قاضي حكم بيت المقدس وهو صموئيل. يقول بنو إسرائيل يعني 350 سنة، والصواب عندنا 100 سنة وليس 300 سنة. ومن سمات هذا العصر 100 سنة حكم القضاة، كثرة النزاعات، الحروب الداخلية والخارجية
بين الأسباط 12 وتكررت الحوادث ووقع الكفر وانتشرت الرذيلة بينهم كما جاء في سفر هناك اسمه سفر القضاة الإصحاح، هذا عند اليهود. قال وفعل بنو إسرائيل الشر في عين الرب وعبدوا البعاليم وتركوا إله أبائهم الذين أخرجهم من مصر وصاروا وراء آلهة الشعوب حتى حولوهم وسجدوا لها. وهذا مذكور حتى في كتب القوم. طيب، هذا العصر يسمى بعصر القضاة. بعد أن انتهى جاء العصر الثاني عصر الملوك. وعصر الملوك يبدأ كما بين ربنا في القرآن كما قال الله جل وعلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. بعدما انتهى القضاة سألوا ماذا؟ ملكا. وبنو إسرائيل كان كلما هلك نبي بعث الله نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل كلما هلك نبي أرسل الله نبي. فسألوا نبيا لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من هذا العهد بدأت حكم الملوك طالوت ملكا، ولكن للأسف رفضوه. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا عصر المماليك، أي أن بني إسرائيل وطالوت في كتب اليهود يسمى شاؤول، آخر ملك من الملوك يسمى شاؤول، وربنا سماه في القرآن ماذا؟ طالوت. فملكا على بني إسرائيل. فلما انتهى ملك طالوت جاء داود، ثم جاء من؟ سليمان. وأبرز حوادث هذا العصر بناء داود عليه الصلاة والسلام للهيكل الذين يسمونه الآن بهيكل سليمان. ثم أتم بناءه من؟ سليمان بعد داود، وسمي باسمه فصار يسمى بهيكل سليمان. وهذا كله ثابت في كتب التاريخ وكتب السير. ولكن لما بلغ الكفر بعد أن مات سليمان آخر الملوك انتشر في بني إسرائيل ماذا؟ وصف سليمان بالفجور ووصف داود بالفجور، وكفروا سليمان لأن يطالبون بهيكل سليمان بعدما كفروه وارتكبوا الكبائر حتى الشرك بالله، وهذا من البهتان العظيم. جاء العصر الثالث القضاة بعدين الملوك. العصر الثالث أن مملكة بني إسرائيل انقسمت إلى قسمين. يقول علماؤنا رحمهم الله بعد وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام اجتمع بنو إسرائيل في بيت المقدس التي تسمى بأورشليم على لسانهم
لتنصيب ملكا بدل سليمان، فقالوا ننصب رحبعام ابن سليمان ملكا مكان أبيه، ولكن بشرط أن تخفف الأحكام التي فرضها عليهم سليمان. فرفض رحبعام أن يخفف فأحكام أبيه، فانحاز معظم الشعب وهم 10 أسباط إلى مبايعة ملك آخر يسمى يربعام ابن نباط. ومن ذلكم انقسمت، جزء ذهب مع رحبعام ابن سليمان، وجزء ذهب مع ريبعام ابن نباط. وصارت حتى الآن يقولون القدس الشرقية والقدس الغربية، أو الشمال والجنوب، باعتبار أن بيت المقدس انقسمت إلى مملكتين، وصارت الحروب بينهم والتنازع بين المملكتين كما بين علماؤنا. إحدى الممالك تسمى مملكة إسرائيل أو مملكة السامرة أو المملكة الشمالية، وكانت عاصمتها تسمى شكيم، والتي بناها يربعام. والجزء الثاني الجنوب هي مملكة يهوذا، الاثنين 10 راحوا في جهة و2 راحوا في جهة، أو المملكة الجنوبية وعاصمتها أورشليم أي بيت المقدس. وهذا التاريخ، تاريخ المماليك، يعني باختصار حتى لا يطول الحديث، حروب وقتل بين المملكتين، مرة مملكة الجنوب تنتصر ومرة مملكة الشمال تنتصر، حتى حدث لهم غزو يسمى بالغزو الأشوري، أي الغزو العراقي. جاء جيش من العراق، الأشوريين بقيادة الإمبراطور الأشوري تغلب فلاشر، هذا جاء بجيش على مملكة إسرائيل الشمالية وقضى عليها ودمرها تدميرا، ونقل من أهلها أسرى إلى العراق، لأن سيأتي بعد هذا التاريخ ينتهي اسم بني إسرائيل بعد أن يذهبوا إلى العراق، ثم يعودون اسم إسرائيل أو بني إسرائيل انتهى خلاص، ويبدأ اسم إيش؟ اليهود أو يهوذا، أو على قدر الممالك. وسنخرج نحن بنتيجة ممكن إن شاء الله ترضيكم، ونبين الآن إيش الموجود. وهذا نظرة أهل الحديث، أنهم لا يقلدون في التاريخ، وعندهم نظرة للتاريخ، يعني لا يقلدون ما يقول الناس ولا ما يقول هؤلاء المفكرون، ولكن سنخرج باسم ونحتفظ به، وأننا حقنا هذه رؤيتنا لبيت المقدس، وهو الاسم الذي يناله اليهود. إذن فهذه الإمبراطورية يعني بقيادة الأشوريين وما يسمى الملك الثاني سرجون الثاني، يعني أهلك بيت المقدس ودمر الهيكل، ونقل بني إسرائيل إلى العراق وصاروا عبيدا. من هذا اللحظة صار بنو إسرائيل يسمون بالسبي البابلي، السبي البابلي، خلاص راح عنهم اسم بني إسرائيل وتحولوا إلى السبي البابلي. وبقيت مملكة يعني يهوذا التي هي الجنوبية ترد هجمات الأشوريين، إلى أن وقعت في يد الأشوريين وأخذوا إلى العراق، ودمر الهيكل سليمان
وقضي على مملكة يهوذا وما بقي من ملك بني إسرائيل، وعاش بنو إسرائيل بعد ذلك في المنفى، يسمى المنفى، أول منفى لهم كان إلى الأشوريين أو إلى العراق، يسمى بالمنفى أو السبي البابلي مدة طويلة. هنا انحرفوا عن الدين وتأثروا بالوثنية البابلية وبأسيادهم. وأول عودة للسبي البابلي إلى أورشليم كان يعني قبل ميلاد عيسى، يعني حوالي 539. عادوا إلى يعني بيت المقدس. وكيف عادوا؟ الأشوريون، التاريخ، هذا التاريخ، الفرس الذين الآن تمثلهم من؟ إيران. مملكة الفرس قضت على الأشوريين وحررت من؟ سبي بابل اليهود، وسمحت لهم أن يعودوا إلى أورشليم، أي العودة. إذن أول عودة جاءت من عند الفرس الذين هم آباء الروافض، وليس من معاهدة ساكس بيكو، هم اللي دخلوهم. ومن ذلك على كل حال نخشى الوقت، كم الوقت الآن؟ ما زال. طيب خلينا نتكلم. فقام الفرس واحتلوا بلاد بابل، وأظهر ملك الفرس يسمى كورش تعاطفا وحنية مع بني إسرائيل، ثم سمح لهم بالعودة إلى فلسطين سنة 36 و500 قبل مولد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن كثيرا من بني إسرائيل فضلوا البقاء في بابل، وعاد بعضهم على صورة جماعات، كان أولها بقيادة يهودي يسمى زربابل، وجاء معه ب50,000 يهودي، جاء معه 50,000 يهودي من أين؟ من العراق، من الأشوريين. وأبرز الحوادث لما عادوا إلى بيت المقدس إعادة بناء بيت المقدس وهيكل سليمان. ولما ذهبوا إلى السبي، لما دخل عليهم الأشوريين في هذه المعارك فقدوا التوراة، قالوا التوراة فقدت. عاشوا في العراق مدة طويلة لا توراة ولا شيء. فلما عادوا بعدما سمح لهم الفرس، زعم عزرا أحد اليهود أنه أعاد التوراة المفقودة في سبي البابلي. وكيف أعادها؟ قال أعادها من حفظه، وأنه الذي جمع أصفار الكتب المقدسة ونظمها، وهو يعتبر مؤسس نظم اليهودي المتأخر. شو اسمه؟ عزرا. ولهذا يسميه اليهود بالكاهن الكاتب أو الوراق. ونقول صدق النبي وكذب عزرا. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حين فقدوا الكتاب ماذا فعلوا؟ كتبوا. هذا عزرا كتب كتابا ونسبه إلى التوراة، وجمعوا قصص من هنا وهناك، وبنوا كتبهم على التاريخ فقط وليس على التعاليم التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الكتاب جاء الخهامات وماذا فعلوا؟ جعلوا له شرحا، وقالوا هذا هو شرح هارون على الصحف التي جاء بها موسى، وسموا الشرح المجنة والمشنة.
وهم الآن يعملون بالشروحات، شروحات المشنة والمجنة، وعبارة عن هذه الملفوفات الكبيرة التي يطلقونها ويجمعون، هذه التي يعملون بها. طيب، وهذا ذكر هذا حتى المؤرخ اليهودي هذا الذي قلنا عنده تاريخ إسرائيل، يسموه شاهين ماكاريوس، ذكر هذا، ذكر زمن اختفاء الكتاب ومن أعاده، ولكن الصواب أن الموجود عندهم عبارة عن آثار وليس أصل الكتاب الذي تركه موسى، لهذا جاءه التبديل وجاءه ماذا؟ التحريف. طيب، بعد أن أرسل الله جل وعلا عيسى، جاء العصر الأخير يسمى بعصر الشتات، ويسميه اليونانيون عصر الدياصبورة، وهي كلمة يونانية ونقلت إلى العبرية، يسمى عصر الشتات. هذا عصر الشتات أن الرومان، ثورات الرومانية المتكررة على اليهود، حيث دمر الرومان هيكل سليمان مرة ثانية، وقتل وسبى عددا من اليهود. ومن هذا الغزو الروماني وقع شيء من الاختلاط بين اليهود وبين النصارى والروم. وفي سنة 135 ميلادية قام اليهود بثورة ضد الإمبراطور الثاني، أو ما يسمى أدريانوس، والذي دمر مدينة أورشليم بيت المقدس ودمر الهيكل، والهيكل حوله إلى معبد ما يسمى عند الرومان معبد جوبتير، هذا لما يسمى الإله الأعظم أو كبير آلهة الرومان، كان موجود أين؟ في بيت المقدس. وغير اسم بيت المقدس من إيليا إلى كابيتولينا، هذا اسم روماني، يعني غيروا الهيكل إلى كبير الآلهة، وغيروا المدينة إلى اسم آخر، وتخلصوا من اليهود، وانتشر اليهود من ذلك الوقت في آسيا وأوروبا وإفريقيا. إذن الذي دمر الهيكل من؟ آخر من دمرهم هم الرومان، ولم يبنى بعد، وهم الآن يبحثون عنه هل يجدونه أم لا. نقف عند هذه النقطة. نعم، نقف عند هذه النقطة، لأن بعد ذلك هذا الشتات بدأ 170 ميلادية، وهم في شتات ولم يجتمعوا، أي لم يقيموا دولة في أورشليم إلا في العصر ماذا؟ الحديث 1948. وأظن يعني نكتفي بالحديث عن اليهود، وإن كان البحث طويلا، ونفتح إن شاء الله في المجلس الآتي نتكلم عن الشام، ونتكلم عن بيت المقدس ليدرك الطلاب. الآن الخلاصة بارك الله فيكم أن هذه مراحل التي مر بها اليهود، ودرسنا التاريخ حتى نرد على الكذابين ونرد على المدلسين. وأنا كنت يعني وعدت الإخوة إن شاء الله أفي بوعدي أنني أعطيهم المطبوعة يوزعونها على الطلاب، ولكن لم يتيسر الأمر، ولكن بإذن الله جل وعلا ما دام أن الأمر يعني أراه هاما سنرتب مطبوعة
ويقوم الإخوة في الجمعية بتوزيعها إن شاء الله على الحضور بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته. وحيث أنه بقي لنا بعض الوقت سنستغله إن شاء الله تعالى لعرض بعض الأسئلة على الشيخ. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم يا شيخنا. يقول: وجدت مجموعة من الشباب في الإنترنت يزعمون أنهم يناقشون النصارى بالإنجيل، وعندما سألتهم على مسألة لغوية لم يجيبوا عليها، وزعموا أن لا دخل للغة العربية بهذا، فما توجيهكم على مثل هؤلاء؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا ينبغي لأبنائنا أبدا أن يناقشوا النصارى ولا اليهود، سواء كان عالما باللغة العربية أو جاهلا، ما لم يكن من أهل العلم، لأنهم أهل شبهات وأهل أباطيل، وكثير من أبنائنا يجهل جهلا تاما بحقيقة النصارى وبحقيقة اليهود. ولو تسأله إلى كم طائفة تنقسم النصارى الآن لا عجز عن الجواب وحار. فلا ينبغي الإنسان أن يتظاهر أنه أحمد ديدات الثاني ويبدأ يناقش وهو يجهل حتى بعض المسائل العقدية التي يجب أن يعلمها وأن يعمل بها. وما يتعلق بالإنترنت كذلك نصيحة للشباب جميعا: إذا يدخل الإنسان إلى مواقع مواقع أهل السنة والجماعة يأخذ منها ما يستفيد من العلوم ومن المواد والأشرطة والكتب، وإياه أن يتيه كبني إسرائيل 40 سنة مع المواقع. بعض الناس تائه 40 سنة مع المواقع الإلكترونية، جدا تائه لم يخرج منها. مرة مع الروافض، ومرة يناقش النصارى، ومرة يناقش منشأة حزب التحرير، ومرة كذا، يقضي حياته في الجدل، وهذا غلط. بارك الله فيكم. ولو ينبئكم مثل خبير. المواقع إذا تعرف الشيخ وتعرف العالم تأخذ عنه، أما هذا المجاهيل أبو حجرة والحية الرقطاء والرمال المتحركة وأدري العين الزرقاء، أسماء مجهولة كأنك تمشي بين أدغال كورابورا بأفغانستان. أبو لاء وأبو عادة وأبو راحة أبو جاء، ويجي واحد يقول الشيخ ربيع رد عليه أبو زرقاء. كم أبو زرقاء؟ أبو زرقاء، تعرف أبو زرقاء؟ هذا أبو زرقاء، هذا ابن آدم، هذا الذي يروي عن أبو زرقاء ثقة ثبت. فهكذا يأتي يذهب إلى الانترنت ويفتش كالذباب لا يقع إلا على الجروح، يفتش ويجي. أم ردوا عليه، شكون رد عليه؟ رد عليه الرمال المتحركة يا رجل اتق الله، هذا عالم افتراضي خيالي، عالم افتراضي خيالي. أنت طبيب، استفيد الطب. في الشريعة استفيد في الشريعة، في الاقتصاد استفيد في الاقتصاد، في اللغة استفيد في اللغة، واترك البلاوي هذه نصيحتي للشباب. ولا يجادل لا النصارى ولا اليهود ولا الروافض ولا الفرق الضالة. وبعضهم يدخل إلى مواقع التكفيريين، القاعدة والزاحفة والمستلقية على ظهرها، ويقول لك الناقش الظواهري وجماعته، وإذا به من الظواهري إلى الباطني، يتحول باطني هو، ويأتي التقرت ويبدأ ينشر إيش في أفكاره. كم من صائد صيدوه. ما ينبغي. السلف كانوا ينهون عن قراءة كتب أهل البدع وعن مجالسة أهل البدع،
وعن السماع لأهل البدع ولو قرأوا القرآن. كي تسمع الظواهر يقرأ القرآن أغلق وذنيك، قرآن كلام الله ما تسمعلوش، ولو يقرأ البخاري. وبعض الشباب يقول لك وانا ما يأثروش فيا، سيبرمان يعني داير حقنة ضد أهل البدع مصنوعة في كاليفورنيا. من أنت حتى ما يأثروش فيك؟ النووي رحمه الله عالم فقيه أصولي لغوي، أراد أن يتعلم الطب، فجابوا له كتب ابن سينا الأضحوية وغيرها من كتب ابن سينا في الطب، فقرأها، بدأ يقرأ فيها ليتعلم الطب. قال رحمه الله كما يذكر السخاوي في المنهل قال النووي: فأظلم قلبي وصرت لا أقرأ ولا أبحث ولا أدرس. هذا النووي. قال: ففتشت من أين جاءني الداخل، من أين جاءني هذا المرض؟ قال: فهداني الله لأنها من كتب ابن سينا. قال: فأخرجتها من بيتي فعادت إلي إشراقتي. يقول لك النووي كما جماعة تقورت ولا ما تقورت؟ وين واحد ب30 نووي، هو نووي وانا بلوتون غلط يا إخوان. كم من شاب وقع في شباك أهل الباطل وشباك أهل الأهواء، يعني من خلال النقاش والحوار يدخل موقع التكفيريين والقاعدة والخوارج وهذا الإرهابيين، ويبدأ يناقش ويناقش، وإذا به كل يوم حتى يلين لهم ويتشرب كالإسفنج من بدعهم، ثم يعود يبدأ يعني بأمه وأبيه، الأقربون أولى بالمعروف. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل آخر يقول: أريد نصيحة فيما يخص دراسة كتاب مقدمة ابن خلدون، وهل هو من المراجع المعتمدة في التاريخ؟ هو كتاب جيد، وأخونا على كل حال علال كبير أستاذ بجامعة الخروبة أظن، أو بالجامعة أظن بالخروبة، نعم، وأستاذ مؤرخ جزائري وله بحوث جيدة، عليه بعض الملاحظات لكن له بحوث جيدة قرأت بعضها، فله نقد على مقدمة ابن خلدون في التاريخ. اقرأ ما كتب شو سميناه، خالد كبير، علال كبير، و لتتضح لك الصورة، ثم بعد ذلك اقرأ مقدمة ابن خلدون التي كتبها أظن في الجزائر نواحي لغواط أظن. أحسن الله إليك. وهذا سائل آخر يقول: ما هي المراجع التي تنصحنا يا شيخ بالرجوع إليها في دراسة تاريخ اليهود؟ بارك الله فيك. الكتاب والسنة، نحن ما قرأنا إلا آيات وأحاديث. وكتب بعض العلماء هناك موسوعة اليهود، وقد ذكرت أنا طعيمة هذا له بحوث جيدة في بيان تاريخ اليهود، له كم دراسة وكم بحث في بيان تاريخ اليهود. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل آخر يقول: ما هو المغزى من تسمية أبناء فلسطين بأبناء الحجارة؟ والله مين سماهم أبناء الحجارة؟ هذا كذلك من البدع، لأن أبناء الحجارة حتى نربط بين الحوادث التاريخية. الروافض كانوا لا يقاتلون إلا بالحجارة وبالخشب، قالوا حتى يخرج المهدي المنتظر، فسموا بماذا؟ بالخشبية. أنا أخشى يأتي التاريخ يقول فرقة إيش؟ حجرية ما في أبناء الحجارة. لا يجوز الإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، فكيف ينتسب إلى الجماد؟ وهذه الانتفاضة
لابد أن تكون على مرأى ومسمع من أهل العلم. فقد يقول أهل فلسطين يا أهل الجزائر اللي يدوا في النار موش كما اللي يدوا في التمر أو على التمر، أنتم الحمد لله عايشين في أمن وأمان واستقرار وفي دولة مستقرة آمنة، فنحن يعني نعيش يعني في دولة مغتصبة وتحت ظلم اليهود، وليس لنا من سبيل للتعبير عن وجودنا للرأي العالمي وعن بيان قضيتنا للناس إلا بهذه الأساليب، إلا بهذه الأساليب. نقول لابد من دراسة تاريخ، أن اليهود أبدا لن يخرجوا بالحجارة، والأبناء الذين يموتون ويموتون غفر الله لهم جميعا، فنخشى أنها أرواح تزهق من غير أن تأتي بثمن بنتيجة ومن غير ثمن. لهذا العلماء دائما ينصحون كما سنبين أهل بيت المقدس الذين هم في رباط وأهل الشام عموما أن يكونوا على السنة وعلى الجادة، لكن للأسف على حساب بعض القضايا ضيعوا بعض الأصول وبعض العقائد. مؤخرا من سنتين قتل رجل رافضي في سوريا اسمه مغنية، تعرفونه، هذا رافضي، وقبل ذلك كان مع حركة فتح بلبنان، واغتيل من طرف الموصاد في دمشق. المهم يسمى مهندس المقاومة في الجنوب اللبناني. طيب لماذا حركة حماس في غزة تقيم تأبينا لهذا الرجل الرافضي؟ لا يجوز لحركة حماس من أجل أن تسترجع الأرض أن تفسد العقائد بالتحالف مع إيران والروافض وحزب اللات. على حساب ماذا؟ ما قيمة أرض يسكنها الروافض الذين هم كما بينا الآن لهم علاقة مع الفرس؟ هذا الخور وهذا الجهل هو الذي مكن لليهود في فلسطين، وهم أعينهم يعني ممتدة إلى النيل وإلى الفرات وإلى مصر وإلى حتى إلى المدينة، إلى يعني جزء من المدينة نواحي العوالي ما تسمى بالنخاولة، منطقة النخاولة، أي أهل النخل الذين كان يسكن هناك بنو النضير، والذين أجلاهم عمر إلى أين؟ كما في صحيح البخاري إلى أين أجلاهم عمر؟ إلى أريحة. أين تقع أريحة؟ يعني اليهود عندهم شوية علاقة بهذه المنطقة حتى نكون يعني واضحين. فالقضية تحتاج إلى دراسة. في صحيح البخاري عمر أجل اليهود من شبه الجزيرة إلى أريحة كما في صحيح البخاري، وأريحة وين تقع؟ في فلسطين. فهذا الجهل المطبق بالتاريخ هو الذي جعل المسلمين يتخبطون في علاج القضية الفلسطينية على مدار كم يعني 70 سنة ولا كم، وهكذا دواليك يتخبطون والعياذ بالله. إذن الحجارة ليست وسيلة يعني فعالة مؤثرة لإعادة ما أخذ اليهود. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل آخر يسأل عن معنى قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، الآية. نعم، مقارنة بين النصارى
النصارى فيهم رأفة وفيهم يعني رهبان وفيهم قسيسون، وأما اليهود يعني ما أصاب اليهود من خبث وما أصابه من سبي وما تولد فيهم من حقد من مصر إلى بيت المقدس إلى الأشوريين إلى بيت المقدس، ثم جاء الرومان فشردوهم شجر مضر. هذه كونت فيهم عقلية خطيرة جدا. هم الآن ينتقمون من العالم كله، فبخلاف النصارى هم أقل خطرا على المسلمين من اليهود، ولكن النصارى كفار واليهود إيش؟ كفار، كلاهما كفار. فهذا المراد من كلام الله جل وعلا. أحسن الله إليك. سائل يقول: كيف يحكم أهل الحديث على الروايات التاريخية؟ هل يحكمون عليها مثل حكمهم على الروايات الحديثية أم لا؟ يعني لا يتشددون في الروايات التاريخية كما يتشددون في الأحكام في الحلال والحرام، يطبقون عليها ما جاء في السير، ما جاء في السير كما قال الإمام أحمد: إذا جاء الحلال والحرام شددنا. وأما في التاريخ فإنهم يتساهلون إلا إذا كانت القضية أو القصة منكرة أو تناقض حقيقة شرعية أو دليلا من الكتاب والسنة، فهنا يحكمون عليها بالبطلان والسقوط. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يسأل عن نقاط التشابه والاختلاف بين اليهود والنصارى حول بيت المقدس على خلاف المسلمين. نعم، هناك نقاط مشتركة بين اليهود والنصارى باعتبار مصدر التلقي. فعيسى عليه الصلاة والسلام لما جاء بالإنجيل، هذا كذلك فيه أمر لبني إسرائيل وأن يلتزموا ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا وقع بين عيسى على كل حال وقت طال وبين بني إسرائيل وما حدث له بالشام، لأن عيسى ولد في بيت المقدس، وما حدث له مع اليهود وهم الذين سعوا في قتله والعياذ بالله، لأن من صفات بني إسرائيل أو اليهود قتل الأنبياء. فهناك علاقة بين اليهود والنصارى في باب التلقي، ولهذا الآن هناك مزج في المفاهيم بين النصرانية واليهودية، فيه مزج الآن، يعني ما نسميه التاريخ المعاصر لليهود الذي هو ممزوج بين النصرانية واليهودية، بالرغم أن الرومان قديما لما أدركوا خطر اليهود نزلوا عليهم نزلة وعاملوهم معاملة شديدة بخلاف معاملة المسلمين لهم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل آخر يقول: هل السبي البابلي لليهود كان عقوبة من الله عز وجل؟ نعم، لماذا؟ لما لا؟ الله جل وعلا سلط عليهم الأشوريين فنكلوا بهم، لأنهم صار خلاف بينهم بين المملكة الشمالية مملكة يهوذا ومملكة الأسباط العشرة، ووقع بينهم ما وقع من قتل ودمار. فهذا مما جعل الأشوريين يعني ينقضون عليهم. وهم لما يقرؤون التاريخ الآن تلاحظون أن اليهود في العصر الحديث يستفيدون من التاريخ ويحاولون أن يتجنبوا الخلاف ما استطاعوا إليه سبيلا، لأنهم أدركوا أن الخلاف الذي وقع بينهم قديما بعدما جعل الله فيهم قضاة وجعل الله فيهم أنبياء وجعل الله فيهم ملوكا وأنعم عليهم من النعم العظيمة، بكفرهم واختلافهم وضلالهم جعلهم لقمة سائغة في أيدي الأشوريين وفي أيدي الفراعنة. فالآن قلنا
دولتهم قائمة على التاريخ، فتراهم يحاولون أن يتجنبوا الخلاف فيما بينهم، وإن تظاهروا بالديمقراطية في الحوار، حتى لا تزول مملكتهم. أما أن تتصوروا أن يتخلى اليهود عن بيت المقدس وعن هيكل سليمان، فدون ذلك خرط القتاد. ما أبدا أن يتخلوا عن هذا، إما أن يخرجوا، وإما أن يقع بينهم وبين المسلمين معاهدة تحقن فيها الدماء، ما دام أن المسلمين عاجزون عن استرداد ما أخذ اليهود. حلا كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله، إما أن يستردوا ما أخذ عنوة، وإما أن هؤلاء يعيشوا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وسيأتي في النهاية كما جاء في الحديث: هناك شجر الغرقد يختبئ وراءها اليهودي، فينادي يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، يسمى بشجر الغرقد. هذا الشجر الآن اليهود حيثما وجدوه قطعوه. نعم. أحسن الله إليكم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة على أن نحتفظ بباب الأسئلة في المحاضرات المقبلة. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم. والتاريخ ضروري يا إخوان، لأن بعض الإخوة حيقول طيب الشيخ لو كان دنا التوحيد ودنا كذا، نعم، لكن التنويع ضروري. ندرس التوحيد وندرس التاريخ وندرس الشمائل والفضائل والحديث. المنهج السلفي منهج متكامل، وجزى الله القائمين على الدورة في هذا التنوع الذي يقومون به، حتى لا يشعر الإنسان بالملل. التاريخ ضروري يا إخوان، كما قال سفيان الثوري: فإذا ظهر الكذابون فقابلوهم بالتاريخ. الكذاب يقابل بماذا؟ بالتاريخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.